الفيديو اللي فات جبنا الكرنب وسلقناه ووضبناه وكمان فرزناه بطريقه سهله وبسيطه هتخليكي تعملي اكبر كميه في اقل وقت، فحطينا في كل طبق الطبق على قد الطبخه وهتحتفظي بيه رمضان عشان تعمليه في رمضان. الفيديو ده بقى هنعمل الخلطه الجباره وهوريكي طريقه تحشي بيها سريعه جدا، مهما كانت الكميه معاكي هتخلصيها بسرعه وبطريقه التسويه المظبوطه، وزي ما انتم شايفين طالع تحفه جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. حله على النار فيها اي ماده دهنيه انت تحبيها، وبضيف فيها 2 بصل كبار او 3 وسط مفرومين ناعم، وبضيف عليهم نص معلقه ملح كبيره، نص معلقه، وبقلب لحد ما ياخدوا لون اصفر خفيف كده، وبنزل عليهم بعصير الطماطم. طبعا الكميه حسب ما انت هتعملي وحسب ما انت بتحبي، هو المحشي بيحب الصلصه الكتير. وبعدين بحط معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره صغيره، ومعلقه بابريكا، وبقلب. انا هعمل كميه صلصه كبيره لان انا هعمل محشي كتير، يعني مش كرنب بس، هعمل كذا نوع يعني، ومعلقه سكر عشان حموضه الطماطم، واظبطي الملح بتاعها. وكده اهي خلصت، اتسبكت وخلصت اهو. اجي بقى اعمل الخلطه. ده الرز طبعا برضو الكميه حسب ما انت هتعملي، حسب ما انت الكميه اللي انت هتعمليها، كرنبايه كبيره كرنبايه صغيره تاخد معاكي كيلو الا ربع، نص كيلو، كيلو براحتك، لكن انا عامله كتير عشان اعمل كذا نوع. بضيف الصلصه على قد ما ياخد، وطبعا شايله شويه صلصه عشان احط على الوش، وبضيف معلقه توم كبيره مفرومه ومعلقتين زيت وبصلايه كبيره مفرومه ناعم بتعمل تسكيره في الخلطه، وخضره طبعا مشكله، خضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره مقطعه زي ما انتم شايفين. وبقلب كله كده. الخلطه جهزت، بجهز بقى الحله. ده بقطع شويه من اللي هو العروق بتاعه الكرنب بحطهم من تحت، او ممكن تحطي الورق الاخضر عادي طبقه كده من تحت عشان خاطر المحشي ما يلزقش او يشيط منك. وبرص رق طماطم كده، ممكن انت تستغني عنهم ما تعملهاش. وبعدين بمسح الرخامه بنضفها كويس، وبرص بقى على قد ما الرخامه تاخد معاكي ورق. رصي بقى الورق كده. دي طريقه سهله جدا، وكل ورقه بتحطي عليها شويه رز على قد ما انت عايزه تحطي. ودي بتتحشي في ثانيه. بتملي الرخامه ورق، وبعدين بتحطي الرز كده بالمعلقه في ثواني، وتروحي تلفي بقى على طول. وبجد الطريقه دي بتنجز معاكي جدا، تخلصي شويه ترصي غيرهم. دي بتنجز معاكي احسن ما تعملي ورقه ورقه. لما تعملي ورقه طبعا هياخد وقت، شايفين؟ في ثواني بتخلص اللف على طول، بيخلص معاك اهو. مليت تاني اهو الرخامه، مليتها ورق تاني، وحطيت الرز وعلى طول يعني بتبص تلاقي مهما كانت الكميه بتخلص بسرعه. عملت الحله اهو، وبعدين بحط صلصه على الوش. دي بتعمل طعم حلو قوي. بتجيبي الشوربه او الميه، بتحط لها طبعا الملح وتظبطي ملحها، وبتحطي شويه صلصه من الصلصه اللي عندك، ان كانت ميه مغليه او شوربه اللي عندك، وبتحطي بقى في الحله. تفضلي تحطي كده وتهزي لحد ما الشوربه تنزل لتحت كده، وتحطي بقى شوربه تاني يعني على حد ما ياخد، لحد ما يبقى الشوربه بسوى المحشي من فوق اهو. يا دوب الشوربه مغطيه المحشي حاجه بسيطه، وترفعيها على النار وهي بتغلي. اول ما تغلي توطي عليها وتغطيها وتسيبها تتشرب الميه خالص. اول ما تتشرب بتبقى تستوت، وهي شربت ميتها واستوى. شايفين بقى؟ تحفه تحفه. احلى حاجه تتاكل، احلى حاجه.